بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا الحصة اللي فاتت، معلش التسجيل بتاع الحصة اللي فاتت ما نزلش. مش عارف، كان في مشكلة تقريبا أو ما تحملش أو حاجة فما ننزلش، فهنعيد النهاردة سريعا كده على اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، وبعد كده نخش في بقية القصة إن شاء الله. المرة اللي فاتت وقفنا إن سيدنا نوح عمل السفينة وقابله 3 مشكلات في صنع السفينة، وبعد كده استغرق بناء السفينة حوالي 80 سنة كما قال العلماء، وحفر آبار وطلع مية وعمل غابات وقطع شجر وبنى السفينة عملاقة وجمع فيها كل المخلوقات من كل زوجين اثنين زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمره. ولما جمع المخلوقات دي كلها في السفينة بدأت المية تنزل. قبلها كانت بداية الطوفان خالص، كانت خروج المية من من الفرن من قلب النار، ودي كانت قلناها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبدأت المية تخرج وبدأت المية تفيض على الكرة الأرضية كلها، الدنيا كلها غرقت مية. وبعد كده بدأ بقى الطوفان. ابن سيدنا نوح قلنا ان هو كان تفكيره عقليا صح، ان هو فكر ان هو يطلع فوق قمة جبل علشان يهرب من المية، لكن دينيا ونقليا غلط. وقلنا ان في فرق ما بين العقلي والنقلي. علي الصوت حاضر. قلنا في فرق ما بين النقلي والعقلي. النقلي هو الحاجة، المعلومات اللي منقولة لي، اللي جايه لي المفروض ان انا اعرفها. اما العقلي هي اللي انا بفكر فيها وبشغل راسي فيها وبوصل فيها لنتيجة. مش كل الحاجة تنفع نقلي ومش كل حاجة تنفع عقلي. تمام كده؟ انما لازم ان احنا نشغل الاثنين مع بعض. لكن لو ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا احنا بنروح نحج، احنا داخلين على الحج كل سنه وانتم طيبين، فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انت المفروض هتطوف حوالين الكعبه وبعد كده تبوس الحجر الاسود وبعد كده تروح على الحجر بتاع الجمرات ترميه، تحدف عليه 7 طوبات. تمام؟ فبنطوف حوالين حجر وبنقف على حجر اللي هو الصفا والمروه وبنبوس حجر وبنرمي حجر. تمام؟ طيب هو ده ايه؟ ده دليل نقلي جالنا من ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا كده، فاحنا بنشتغله زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالظبط. عشان كده احنا مش بنشغل عقلنا فيه. تمام؟ لكن في حاجات تانية كتير، تفسير القرآن، الآيات، التدبر في الكون، الكلام ده كله تدبر فيه وشغل عقلك فيه زي ما انت عايز. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي امرنا بكده، قال فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين، يعني تأمل وفكر. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ده الأدلة العقلية. تمام؟ من باب الأدلة العقلية كمان السفينة كانت قد إيه عشان تاخد جواها كل المسلمين اللي على وجه الأرض في الوقت ده، وتاخد كمان جواها كل الحيوانات اللي موجودة على وجه الأرض دلوقتي، وفي حيوانات انقرضت منذ مئات السنين وآلاف السنين وملايين السنين. كل ده راح فين؟ الحيوانات دي كلها كانت راكبه في السفينه. طب ازاي السفينه كانت واخده ده كله؟ الله اعلم. السفينه كانت قد ايه؟ الله اعلم. السفينه كانت مدوره ولا مستطيله؟ الله اعلم. كل الكلام ده كله لم يصلنا فيه خبر صحيح. طيب بعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى امر ان هو يركب السفينه، ركبهم وركب كل المخلوقات في السفينه. عارفين انتوا هو سيدنا نوح، وقلنا الحصه اللي فاتت دي، قلنا سيدنا نوح قال لربنا سبحانه وتعالى ازاي يا رب هقدر اجمع كل المخلوقات دي في السفينه؟ فربنا سبحانه وتعالى قال له يا نوح عليك النداء وعلينا التبليغ. يعني انت نادي على الحيوانات واحنا اللي هنوصل صوتك للحيوانات ونركبها في السفينه. طب ازاي؟ برضو مش متخيله الحته دي. عارف انت نفس الموقف بتاع سيدنا ابراهيم، ربنا سبحانه وتعالى بعد ما خلص بناء السفينه، بعد ما خلص بناء الكعبه، ربنا سبحانه وتعالى قال له
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. تمام، بالظبط، قدرة ربنا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. تمام. طب اقعد انت اسمع وركز. يأتوك رجالا. سيدنا إبراهيم قال يا رب وكم يبلغ صوتي؟ ده أنا واقف لوحدي، أنا وابني في نص الصحراء، أنادي على الناس عشان تيجي تحج، هو صوتي هيوصل لفين؟ فقال الله عز وجل يا إبراهيم عليك النداء وعلينا التبليغ. فنادى سيدنا إبراهيم علينا، فما من مخلوق على وجه الأرض إلا سمع هذا النداء، حتى لو كنا لسه ما اتولدناش. وما من مخلوق على وجه الأرض إلا ووقع في قلبه حب النداء وحب الكعبة وحب بيت الله الحرام. تمام. ده بسبب قدرة الله عز وجل زي ما لينا قالت. طيب، ركبوا في السفينة والسفينة ماشية، شافوا أهوال وأخطار رهيبة في السفينة. أولا ربنا سبحانه وتعالى قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. لازم أعرف إن موج كالجبال دي مش مجرد تشبيه، شبه الموج بالجبل، لا، هو كان موج زي الجبل فعلا، الموج في قوته وارتفاعه بالجبل. تمام. ارتفاع رهيب وقوة رهيبة. طب انهي سفينة اللي تقدر تتحمل وتثبت قدام حاجة زي كده؟ تمام. لازم يكون في قدرة عجيبة من الله عز وجل علشان سفينة زي دي تقدر تستحمل كل الأمواج الرهيبة دي. تمام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه, قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري بأعيننا يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت بحفظ ومسمع ومرأى من الله عز وجل. لك أن تتخيل مثلا سفينة قادرة إن هي تمشي في الموج ده، تمام، وتستحمل الموج ده. للعلم السفينة دي اللي قدامنا دي واقفة مش ماشية، لكن الموج هو اللي بيجي بيتحرك، لكن هو قافل المحركات هنا واقفة. طبعا الموج اللي انتوا شايفينه ده ارتفاعه مثلا 3 متر 4 متر، لكن كالجبال يعني موجة يبقى ارتفاعها مثلا ارتفاعها يصل إلى 500 متر 600 متر، مش 3 و4 اللي قدامكم ده، 5 6 10 متر بالكتير، مش 700 و800 و1000 متر، مش ارتفاع كيلو مثلا بارتفاع الجبل. سفينة ايه اللي تستحمل؟ يعني احنا دلوقتي شايفين المنظر قدامنا تحس ان انت مرعوب وانت بتتفرج، فما بالك لو انت في السفينة وحاسس ان السفينة ممكن تتقلب في اي وقت. تخيل بقى اللي كانوا مع سيدنا نوح في السفينة البدائية بتاعة سيدنا نوح كانوا عاملين ازاي، وكانوا مستحملين الرعب ده كله ازاي. علشان كده عايز اقول لك على حاجة مهمة قوي، وهي ان كل من كان مع سيدنا نوح في السفينة نزلوا عقيم، ولو واحد من اللي كانوا في السفينة نزلوا بيخلفوا. عارف انت لما حد يتخض خضة كبيرة يقوم قايل لك ده انا قطعت الخلف، يعني انا من الرعب اللي انا شفته انا حاسس ان انا ما كنتش هخلف. تمام. اهو ده اللي كان حصل مع
المسلمين اللي كانوا مع سيدنا نوح. طب ليه الحيوانات ما قطعتش الخلف؟ ليه الحيوانات بتخلف عادي؟ لأن الحيوانات أكثر إيمانا من البشر. الحيوانات عارفة إن هي هتنجو بفضل الله عز وجل، أما البشر فكانوا مرعوبين من اللي هم شايفينه قدامهم. تمام؟ طيب، بعد ما السفينة مشيت، كان في بعض المشاكل كده وبعض المعجزات حصلت في السفينة. إيه هي المعجزات؟ أول حاجة، الحيوانات لما هتيجي تعمل حمام مش هتعمل في حمام. تمام؟ حيوان ماشي يعمل في أي وقت أي حمام عادي، مش هيهمه حاجة، يعني ما بيفهمش أصلا. تمام؟ طيب الحيوانات كانت بتعمل حمام فين؟ في أي مكان. طب النتيجة السفينة هتبقى ريحتها وحشة جدا، وهتبقى مليانة كل الطرق وكل الحاجات اللي المكان اللي هم يقعدوا فيه هتبقى بالمنظر ده، هتبقى كلها روث حيوانات وقرف وريحة. سيدنا نوح دعا ربنا سبحانه وتعالى انه يخلق له حاجة تنجيه من القرف ده. تمام؟ فقال له امسح على رأس الفيل فأخرج الخنزير. يبقى الخنزير من المخلوقات اللي ما ركبتش في السفينة لكن اتخلقت في قلب السفينة. طب اتخلق ليه الخنزير؟ اتخلق الخنزير علشان ياكل الزبالة اللي موجودة في السفينة. تخيلوا انه مخلوق علشان كده والناس بتاكله. مخلوق قذر، اصلا مخلوق علشان كده. تمام؟ يعني يعني القرف بتاعه اصلا لا يتحمل، يعني ما ده المخلوق الوحيد اللي بيعمل حمام وبياكل الحمام بتاعه. يعني هو اصلا كده القرف بتاعه لا محدش يقدر يتحمله. لو اتحط له اكل نظيف بيفضل قاعد جنبه لحد ما الاكل يحمض ويبوظ ويعفن وبعد كده ياكله. تخيلوا بقى، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرموه علينا. تمام؟ لما اتخلق الخنزير كل كل ده وروق الدنيا، ما فيش مشكلة. طيب كان في برضو مشكلة. الفار بيولد كتير، واكيد الفار طالما مخلوق دلوقتي يبقى كان راكب معاهم في السفينة. فار او فارة خلفت. تمام؟ فلما الفار خلف، الفار بيخلف كتير، يجي 18 20 فار صغنطاطين كده، ارانب صغيرة كده. طب الفئران دي اتملت السفينة. فدعا سيدنا نوح ربنا فمسح على وجه الأسد فأخرج القط. فالقطة أول ما اتخلقت لقت الفئران، قعدت تضرب في الفئران الصغيرة وخرجتهم بره السفينة، وسابت الأب والأم بس. لما تنزلوا بقوا خلفوا براحتكم. تمام؟ يقال ان قابل سيدنا نوح او كانوا بيدعوا ان ربنا ينجي المؤمنين ويهلك الكفار. وقيل في بعض الكتب ان هم قابلوا حريقه وكان كل الحيوانات بتطفي من ما عدا البرص. البريصه اللي بتبقى ماشيه على في البيوت دي. تمام؟ هو الوحيد اللي ما كانش بيدعي او ما كانش بيطفي معاهم النار، ايا كانت الروايه ايه. فسيدنا نوح اتهموا بانه فاسق، حشرة فاسقة، اللي يقتلها ياخد حسنات. تمام؟ إلى أن هلك كل الكفار اللي كانوا موجودين على وجه الأرض. تمام؟ وبعد ما كل الكفار كان بيزود، أيوة كان بيزود، وما كانش بيساعد أو ما كانش بيدعي حاجة زي كده يعني. تمام؟ وقيل إن هو كان بينفض في النار علشان يزودها بفعل صح. تمام؟ بعد ما هلك كل الكفار اللي كانوا موجودين على وجه الارض، ربنا سبحانه وتعالى نادى ان السماء تبطر ميه تشتي، والارض تبلع الميه اللي جواها، وبدات السفينه تنزل تنزل تنزل، لان هي طبعا الميه بتقل فالسفينه بتنزل. فاوحى الله سبحانه وتعالى، اسمع بقى الحته دي جديده. اوحى الله سبحانه وتعالى الى كل الجبال ان سفينة نوح هتنزل على جبل من الجبال اللي موجودة في المنطقة. تمام؟
ف يعني شمخت كل الجبال بدأت تعلو علشان السفينة تنزل عليهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحب التواضع، فأول ما الجبال تعالت وكبرت إلا جبل اسمه جبل الجودي تواضع وانحنى لله عز وجل، فأرسل الله سبحانه وتعالى السفينة على جبل الجودي، وخلده الله سبحانه وتعالى بأن ذكر اسمه في القرآن. جبل الجودي موجود ما بين العراق وما بين تركيا، تمام؟ فرست السفينة على جبل الجودي، فلما رست هذه السفينة على الجبل، سيدنا نوح طبعا فوق قمة الجبل دلوقتي، فعايز يشوف الأرض نشفت ولا لأ، فكان سيدنا نوح بيرسل الغراب كل يوم عشان ينزل يشوف الأرض نشفت ولا لأ. فكان كل يوم يبعت الغراب ينزل ويطلع رجليه مبلولة مية أو طين، تاني يوم يبعت الغراب يرجع رجليه مبلولة مية أو طين، معنى كان الأرض لسه ما نشفتش. وفي يوم بعت الغراب لقى الأرض نشفت وجثث الحيوانات والبني آدمين بقت موجودة، فالغراب قعد ياكل في الجثث اللي موجودة، لأن الغراب بياكل الميتة، الحاجات الميتة، فقعد ياكل فيها ومرجاش سيدنا نوح. فلما مرجاش سيدنا نوح اتهمه هو كمان مع البرص بالفسوق، فبقى عندنا دلوقتي 2 فاسقين، الغراب والبرص، تمام؟ اللي يقتلهم ياخد حسنات. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا نوح بعت الحمامه، جاب حمامه بيضه وطلب منها ان هي تنزل تشوف الارض نشفت ولا لا، فالحمامه نزلت وطلعت لسيدنا نوح وفي رجليها غصن من الزيتون الاخضر، فقال الله عز وجل كنا اهبط منها بسلام عليك وعلى ممن معك، تمام؟ اهبط منها بايه؟ بسلام. فاصبح رمز السلام الحمامه البيضه وغصن الزيتون الاخضر، اللي مازال لحد النهارده بيستخدم كرمز للسلام، تمام؟ ده طبعا اللي حصل مع سيدنا نوح في السفينه وبعد ما رسيت السفينه. طيب، ابن نوح هل مات ولا لسه عايش؟ وكمان ايه اللي حصل مع اللي كانوا معاه في السفينة والحيوانات؟ وهل كل اللي كانوا معاه في السفينة، احنا اتفقنا ان كلهم كانوا مسلمين، هل نزلوا بقوا كلهم مسلمين؟ وازاي بدأت الجريمة وبدأ الفساد ينتشر تاني في الأرض بعد ما كان الخير وكل اللي كانوا على وجه الأرض مسلمين من بعد سفينة سيدنا نوح؟ ده إن شاء الله هنعرفه. احنا إن شاء الله هيبقى عندنا الأسبوع الجاي من أول يوم الاثنين صيام، تمام؟ حاجة مهمة قوي لازم نعملها، اللي يقدر يصوم يصوم واللي مش هيقدر يصوم مش لازم. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني دي أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام خلقها ربنا سبحانه وتعالى في السنة كلها. إيه ده؟ يعني أحسن من رمضان؟ أحسن من رمضان، وأحسن من العشر الأواخر في رمضان، وأحسن من الليالي اللي في العشر الأواخر في رمضان، إلا إن العشر الأواخر فيهم ليلة القدر، فليلة القدر أحسن منهم، تمام؟ لكن دي أفضل أيام العمل فيها محبب إلى الله عز وجل. فنحاول إن احنا في ال10 أيام دول أو في ال9 أيام اللي هم قبل العيد اللي يبدأوا من يوم الاثنين إن شاء الله، إن احنا نصوم، إن احنا نصلي كتير، إن احنا نسبح ربنا كتير، نقرأ قرآن كتير، نحاول إن احنا نقلل من الغيبة والنميمة ونتريق على الناس ونتكلم على الناس كتير، كل واحد يخليه في نفسه، تمام؟ ان شاء الله يا هلا هنتكلم عن وقفة عرفات قبل وقفة عرفات، تمام؟ ان شاء الله يا يوسف. نحاول ان احنا كلنا نصومهم
نتقرب لربنا سبحانه وتعالى. احنا كده كده في الاجازه وفاضيين، بنقوم من النوم متاخر، تمام، اليوم كله بيخلص في سريع سريع كده، تمام. فان شاء الله ربنا يتقبل. هنحاول الاسبوع الجاي كده ان شاء الله، انا خلصت امتحانات الثانويه، فنحاول ان شاء الله من الاسبوع الجاي، يعني من يوم الاحد او الاثنين، يبقى لنا ميعاد ثابت على الساعه 7 كده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله لينا ان شاء الله يوسف. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.